مسي عليكم متابعينا الكرام، يعطيكم العافية وعساكم على القوة. أخوكم جاسم النعمة من منزل ضيفنا اليوم الأستاذ الشاعر علي المعتوق وعبد الله. ويا هلا ومرحبا بالجميع. يا هلا يا هلا يا هلا، ما شاء الله، حياكم الله يا أخوان، كل باسمه ما شاء الله. من البداية الحضور صراحة يبرد القلب للأمانة، كل باسمه مشكورين يا أخوان. واليوم ضيفنا الشاعر الغنائي علي المعتوق، وانا اليوم عنده في بيته مستضيفني عنده، ما قصر الرجال عسى على القوة. وطبعا شاعرنا علي المعتوق، تسلم استاذي. طبعا غني عن التعريف، شاعر له باع طويل في مجال الشعر بالكويت، ومن الأساتذة اللي فعلا تركوا بصمة، وتعاون مع كثير من الأساتذة الملحنين وكبار المطربين. طبعا غني عن التعريف ما يحتاج. نرحب فيكم اخواننا كل باسمه. طبعا يا اخوان اللي راح يدير الحوار الاستاذ ابو بدر، حياكم الله اخواني، يا مرحبا بالجميع. والله شيء يبرد القلب للامانه، ما شاء الله الحضور جدا جميل، وارحب فيكم كلكم يا اخوان كل باسمه. احنا بانتظار اخونا رافد من المانيا، هو اللي راح يدير الحوار ان شاء الله. كل الشكر لكم يا اخوان. وعلى ما يدخل اخونا رافد، احنا بانتظاره. اخوي رافد اذا تسمعني حبيبي، استاذ جمال حبيبي تسلم يا بعد قلبي، تسلم. خوش قاعدة اليوم، احنا قاعدين فوق السطح وهالاجواء الحلوة خلنا ناخذ فرة بالكاميرا نراويكم الاجواء. انا اليوم اول مرة اصور بالطريقة هذه، يعني بالتلفون، يعني كذي واقف نفر الكاميرا، حاطين الشاي وحاطين الشغل فوق السطح، والاجواء الطيبة، قاعدين بالخيمة فوق السطح. يا هلا بالجميع، يا مرحبا. احنا بانتظار اخونا رافد من المانيا يدخل علينا. ما شاء الله ابو عبد الله مضبط السطح عدل، عسى الله يهنيه. اي والله منزل مبارك ان شاء الله. يا هلا فيكم ابو عبد الله، منور الشاشه، الله يسلمك وعساك على القوه حبيبي. انا اول شيء اشكرك على الضيافه، هذا الضيافه بيتك هذا يا حبيبي. الله يحفظك، ما قصرت يا بعد راسي، تسلم. والمتابعين ما شاء الله كلهم يرحبون فيك. ونعم فيهم، وكل واحد يسمعنا ويشوفنا الحين، حياكم الله. وان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم الليله حبيبي واللي ببالكم قولوا حاضرين وبالشوفه. ما قصرت ابو عبد الله. اخواني اللي عنده سؤال يبي وجهه حق الشاعر علي المعتوق، يعني بامكانه يكتب تعليق، واحنا ان شاء الله نقرا ونسال الاستاذ، على ما يدش اخونا رافد من المانيا على اساس يدير الحوار. ويا هلا ومرحبا بالجميع. استاذ جمال الخلب مشكور حبيبي، ما قصرت، كلهم باسمه يا اخوان. وانا اشكر للامانه الاخوان والاخوات اللي عملوا لي اضافه قبل شوي، يعني منهم فنانين معروفين ما شاء الله، العطار الفنان الجميل مشكور على الاضافه، والاساتذه كل اللي ضافوني قبل شوي مشكورين يا اخوان، ما قصرتوا. والاستاذه رهف جيتارة ما قصرت، يعني قبل شوي مسويه فولو، ولازم ما نبخس حقها، ما قصرت للامانه. يعني هذا شرف كبير لي، وانا دائما في خدمه الفن والفنانين. وبانتظار اخونا رافد الشمري من المانيا. ان شاء الله ما يطول علينا، بس عشان نباشر الحوار. انا اتشرف بالجميع يا اخوان، يا هلا ومرحبا فيكم.
ان شاء الله الصوت واضح يا اخوان. نور نوركم، الله يحفظكم. ما شاء الله، انا ماني قادر الحق على التعليقات، ما شاء الله. والنعم والله والنعم. احمد خورشيد يسلم عليك. منصور شميل. 3 زدات سلم عليك. اخوي رافد، يا ريت تشتغل مره ثانيه، لان للامانه من كثر التعليقات ماني قادر اصيدك. وحسين 67 سلم عليك، والله وايد اللي يسلمون. ترانسفول، يا هلا ومرحبا، يا هلا يا هلا. هلا بالجميع اخوان وحبايب واهل وعزوه، الله يحفظكم. يا هلا ابو سلمان، يا مرحبا اخوي منصور حبيبي، الله يحفظك. منصور الشمري يسلم عليك. اخر اغنيه بدر العطار حبيبي فناننا الجميل، وانا احييك صراحه على السنجل اللي نزلته، جدا جميل حبيبي. مبارك والنعم فيك. كل باسمه يا اخوان. انا بانتظار اخونا رافد من المانيا. رافد كاهو صدناه. حياك الله خي. منورنا اخوي رافد. ابو بدر، يا هلا ومرحبا. هلا هلا بالحبيب. انا مو قاعد اسمع. الله ابو بدر سامعني ان شاء الله. الساعة المباركة اخوي ابو احمد. انا الامانه مو قاعد اسمعك ابو بدر، بس خل اجرب انا اشيل المايك. تفضل تفضل تفضل. الحين انا اسمعك جاهز. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. والله يعطيكم الصحة والعافية. يا هلا ومرحبا. هلا ابو اخوي ابو بدر. حياك طبعا الله اخونا ابو بدر استاذ رافد الشمري من المانيا. يا هلا ومرحبا فيك، وتحيه هذه من المتابعين لك. ربي يسلمك ربي يسلمك استاذ جاسم، ومعهود عنك. جمع الاحبة وبرامجك جميلة جدا، واحنا جاهزين ان شاء الله نلتقي مع القامة الشعرية والادبية الاستاذ علي المعتوق الله يحفظه. يطول لي عمرك. تسلم تسلم يا ابو بدر، تسلم. تفضل ابو بدر. ابو عبد الله حياك. طبعا معاك المحاور من المانيا رافد، الاستاذ رافد الشمري. ابو بدر انا العزومه اساسيه مكاني. حياك حياك. صوته زين ولا احط سماعه؟ لا زين الصوت. يا هلا، مساك الله بالنور والسرور والسعادة. شلونك طال عمرك؟ يا هلا يا هلا فيك. الله يحفظك. أنا طبعا أمسي عليكم بالنور والسرور والرضا والعافية، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس رابطة الفنانين الزمن الجميل أخونا الدكتور إبراهيم المشوطي. نتمنى له الشفاء إن شاء الله العاجل يا رب. الله يشفيه إن شاء الله يا رب. كما أحيي إخواني أعضاء الرابطة الجميلة كل باسمه ورسمه، وأحيي أيضا مشاهدينا ومشاهداتنا الكرام والحضور الجميل والرائع جدا والتفاعل. اليوم طال عمرك مساءنا بحور شعرية وأنغام موسيقية جستها بالمفردة الكويتية البسيطة الجميلة، وحولتها وحطيتها في قالبها الغنائي. تغنى فيها كثير من الفنانين والفنانات في الكويت وخارج الكويت والوطن العربي. لك بصمة ولك قلب ما يتعب يا أبو عبد الله. أتعبتنا بكلماتك الحلوة طال عمرك. لا إن شاء الله أنا أمتعتكم ما أتعبتكم إن شاء الله يا رب. بالعكس، هو دائما المتعة يجي منها التعب والمعاناة، وتلامس قلوبنا في كلماتك الحلوة الصراحة. حنا مثل ما اتفقنا طال عمرك نبي لقائنا وحوارنا
غير تقليدي، ونبي نتطرق الى امور مخفيه واسرار عندك ننقلها الى محبينك ومشاهدينك ومتابعينك الحبايب. انا راح ابدي سؤالي طال عمرك، وراح منها تتبلور فكره مسيرتك الفنيه الجميله الرائعه، والى ان وصلت الى هذه المكانه المحبوبه لدى الكل. الحقيقه ابو عبد الله، انا ودي اعرف قصه برنامج في السبعينات كان من تقديم الاستاذ القدير محمد الويس، الله يعطيه الصحه والعافيه. حكي لنا عن هالموضوع يا طال عمرك. والله يعني اول شيء هذا موضوع تقريبا يعني يمكن انا ما تكلمت فيه قبل هالمره، يمكن نعم. في اي لقاء يمكن ما تطرقت الى موضوع مثل هذا، اللي هو مساله دخولي الى برنامج المواهب اللي كان من اعداد وتقديم الاستاذ القدير محمد الويس. كانت صدفه يعني، انا كنا في ذاك الوقت يمكن في السبعينيات، انا كنا يعني تدري الاجواء في ذاك الوقت كانت قريبه الى العدليات والسمرات، فانا كانت عندي هوايه ان اتجمع مع نعم. ربعي مقربين لي يعني وندندن نعم. بيننا. فطلع برنامج الهواة، كان شيء جديد يعني في الكويت برنامج هواة. قلت خليني اروح اطالع شو السالفه، يعني يمكن يقبلوني ولا شيء، ولا اسوي اختبار وياه يعني شغف يعني كذي، يعني نبي بشوف شيء جديد يعني غير قعدتنا وغير السمرات. فرحنا التلفزيون في ذاك ابو عبد الوقت. الله، تفضل. اسف للمقاطعه عشان ما يفوتنا اشياء كثيره، يا ليت الصوت يصير اوضح، لان اشوف المشاهدين يقولون ان الصوت نبي يصير اوضح. حق المتابعين انا قاعد ان شاء الله. اي ممتاز. الحين اوكي ان شاء الله افضل باذن الله ان شاء الله. اقول لك عاد، اللي حصل في ذاك الوقت ان دخلت انا يعني مع مجموعه من الاخوه الهواة في ذاك الوقت. نعم. ومن الصدف اللي يعني صدفت في ذاك الوقت ان اول مره التقي مع رباعي الكويت. كانوا جايين، كانوا جايين ومن ضمنهم طبعا مسي على اخوي الفنان القدير عبد الله الرويشد. طبعا الله يحفظه. طبعا كان هذا اول لقاء، يعني ما حد يعرف الثاني، لا انا اعرفه ولا هو يعرفني اصلا في ذاك الوقت. كانوا فرقه الرباعي جايين يقدمون وصله كذي، هم بعد داشين من ضمن المجموعه اللي الهواة يعني. نعم. فصادف الموضوع اني التقيت فيهم وقدمت يعني حالي حال المجاميع. اقبلوني في البدايه تمام. على اساس ان اي البروفات، والمشكله ان الطريق كان بعيد وانا ما كنت اسوق سياره في ذاك الوقت. اي نعم صح. فما كشت فيهم الصراحه، ويمكن راحت علي فرصه ما ادري يعني، ما اقول ان انا مطرب، بس انا هاوي يا سلام. اغني ويا ربعي كذي. فما حصل، ما صارت. اللي استقبلني في التلفزيون في ذاك الوقت في البرنامج هذا بالذات كان الاستاذ غازي الشرقاوي. غازي الشرقاوي كان هو الملحن وكان يعزف لي العود. فالاستاذ غازي الشرقاوي الله يذكره بالخير، ما ادري أو يعني اذا عايش الله يعطيه طولة العمر. التقيت فيه بعدين، كلمني لما شافني ما جيت البروفا، فاتصل دق على البيت. طبعا قبل كلها تلفونات ارضي ما في موبايلات، فكلمني قال لي ليش ما جيت وكذي واحنا ناطرينك وكنت من ضمن البرنامج. قلت له والله انا ما عندي سياره، يعني صعب الموضوع بالنسبه لي اني اجي وكذي، صعب. قال زين انت وين ساكن؟ قلت له والله انا في الصباحيه. قال الصباحيه امك في حيحين؟ اجيك انا في حيحين. صادق. كان يقول اجيك عند تسجيلات الحربان. يا سلام. ذاك الوقت كانت معروفه.
اي طبعا في ذاك الوقت كانت تسجيلات الحربان تنتج، وكان عندهم من ضمن انتاجهم عائله بندلي اللبنانيه. الله، اي الفرقه. فرقة معروفة ذاك الوقت، كان لها صنة ورنة. صحيح. اي نعم. فرحت هناك، وفعلا استقبلني الاستاذ غازي الشرقاوي، وقال لي انا مسوي لحن في اغنيه فصحى وابي اسمعك تغنيها وكذي. قعدت معاه وبدا يعزف وبديت اغني معه، عجبته السالفه. يا فقال سلام. لي قال لي انا هذه الاغنيه يعني مسويها لك وابيك تكملها، وفي ترى عندنا استديو والجماعه ينتجون، وممكن نسجل لك الاغنيه ونحطك ضمن مهرجان. قلت له اوكي، ما يمنع. وهم للاسف ما قدرت اتواصل معاه واكمل، لانه سبحان ايضا الله. ما انا كنت طالب ادرس، وصعب نعم. اني اطلع واروح واتنقل، ما عندي سياره. أكيد بلا فهم شك. هم راحت علي هذه الفرصه. يا الغريب في سلام. الامر يعني ان بعد فتره، نعم. بعد ما بديت انا يعني بديت اكتب في الساحه، والتقيت في الاخوه الفنانين الكبار. كنا نقعد عند الله يرحمه جاسم محمد الصقعبي في بزيت فول. بزيت ف... فول. فكانت الفنانه رباب توها اول البوم لها، فقاعدين نسمع الالبوم تو نازل الالبوم، سلام. فقاعدين نسمع الغناوي. من ضمن الغناوي كانت الاغنيه هذه اللي كان المفروض ان انا اغنيها. يا تفاجات ان سلام. رباب هي اللي بتغني هالاغنيه. يا فهذا سلام. الشيء طبعا ما حد كان يدري، يعني حتى ما قلت لهم ان انا. نعم. بس بعدين رحت انا بتاكد، رحت اخذت الشريط، لا مكتوب غازي الشرقاوي. قلت هذه هي. سبحان الله، بعض الاحيان الانسان يعني يكون مخطط على شيء، مرتب على شيء، نعم. يصير شيء ثاني. فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. سبحانه عز وجل. يعني ما شاء الله عندك بدايات ومحاولات من البداية، أستاذنا العزيز والقدير شاعرنا علي المعتوق، الله يحفظك أبو عبد الله. يعني ما شاء الله، يمكن شاءت الأقدار أن أنت تكون شاعر تمتعنا ويتغنى بقصائدك وكلماتك السهل الممتنع، أنا أسميها، أنك تحول الحوار إلى أغنية وتكون بصمة، مثل يا لاعب في ورق خسران. كلمات كثيرة وأغاني تغنى فيها كبار الفنانين. أنا بصراحة لما أشوف الإصرار اللي عندك طال عمرك من البدايات، نعم. أبي أعرف أبو عبد الله، هذا سؤال الحقيقة، وأنا أبحث في مسيرتك الفنية ولقاءاتك ومقابلاتك، أبي أعرف ذاك الوقت يا أبو عبد الله في هالعمر الصغير شلون تسلقت وأخذت مكان بين شعراء مثل عبد اللطيف البناي، فايق عبد الجيل الله يرحمه، منصور الخرقاوي، يوسف ناصر، ان شاء الله ما انسى بعد مبارك الحديبي. يعني ما شاء الله تبارك الله، نبي نعرف شلون هالمعاناة وشلون انت حطيت البصمة واخذت مكان بين هالعمالقة. والله خلني في البدايه اتكلم عن البدايه كانت متواضعه، خلينا نقول يعني كانت مع ربعي المقربين لي. نعم. وبديتها يمكن بعدين مع الفرق الفنيه في ذاك الوقت، الفرق الموسيقيه نعم، كانت كانت في البداية فرقة سمر ابو عبد الله اعتقد. فرقه سمر طبعا. كانت البدايه مع فرقه سمر. بس انا حلو. كانت لي محاولات قبلها، يعني قبل لا اشتغل مع فرقه سمر كنت انا يعني عملت اغنيه كلامي ولحني. هذه غناها فيصل زنكوي في ذاك الوقت. يا قبل التعاون مع الفرق. نعم. ولها قصه، يعني لها قصه هالاغنيه عندي كانت يا سلام. يعني من الغناوي اللي احبها.
ما يمكن شاء الله كتبتها ممتاز. ولحنتها بنفس الوقت، يعني كانت يعني كان لها موقف. بدايتي مثل ما تفضلت قلت لك، مع بديت يعني سلمة سلمة على ما وصلت. أخذت لي مساحة حلوة مع الفرق الكويتية، يعني لأن كان ما شاء لهم الله جمهور قوي يعني في ذاك الوقت، خصوصا فعلا من المراهقين فعلا والمجاميع اللي كانوا فعلا. يتابعونهم. نعم كان عندهم أنشطة كثيرة أبو عبد الله بالترويح طبعا السياحي. طبعا كانوا كان يقيمون جمهور قوي ذاك الوقت. اي في الحدائق، بعدين حتى في الحفلات الاعياد في الريجنسي وفي الماريت. كانت الفرقه مهمه في ان تتواجد في اي حفل، حال اي نجم ترى كبير. نعم نعم نعم. وانبثق فاكتسبت أيضا فنان كبير، انبثق من خلال هالفرق أبو عبد الله، لا نعم تنسى يعني الأستاذ نعم. عبد الله رويشد. كانوا هذا كلام صحيح كثير صحيح. فنانين من عيال بوناشي. نعم. ومنهم طبعا حتى الله يذكره بالخير، حتى احمد الدوغشي هم كان في أحمد الكاله، درويش. وبعدين صار مخرج ما شاء الله. يعني نعم طلعوا مجموعه كبيره. صحيح صحيح. هذه البدايه كانت من خلال هذه المجاميع الشبابيه. بعدين نعم انا بديت شويه، قلت خل اجرب نفسي، مثلا خل اروح اجرب ان اكتب، يعني اعطي نص مثلا، او اشوف احد من الملحنين الكبار ممكن يعني يعطيني يوجهني ولا شيء. نعم. فكان التقيت في الاستاذ الله يذكره بالخير ويطول لنا بعمره، الاستاذ القدير موسيقار يوسف المهنا. كان الله. اول لقاء لي معاه كان في دندون، وكنت ماخذ معاي كم ورقه وقعدت معاه اسولف معاه. يا سلام. قلت له انا ترى فلان وكتبت حق الفرق وهذه، فودي تشوف الكلام. قرأ يا الكلام، سلام. قال لي حلو، عندك شيء، يعني انت عندك شيء قاعد تسويه حلو، وسو عدل على هذه، سو شغله كذي ثانيه، اطلع من الوزن هذا، يا سلام. تعال لي مره ثانيه. فعلا اخذت له وانا استانست. يعني لو هني انا بوجه، يعني اقول شغله، لو كان الاستاذ يوسف مهنا ما قابلني هالمقابله يعني الترحيبيه هذه، يمكن بطلت ما اكتب، او انه اكتفيت باللي انا فيه. نوجه فعموما له أحلى تحية الأستاذ الكبير طبعا الموسيقار طبعا يوسف المهنا، الله طبعا يحفظه. الله يحفظه. ومبارك له بعد على جائزه الدوله التقديريه، يستاهل بامانه. يستاهل فعلا. إيه، قدم وعطاءاته كثيره لا تعد كثيرة ولا نعم. في المجال الفني. الله يحفظه ويطول لنا بعمره. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. فاقول لك التقيت عقبها مع الاستاذ يوسف المهنا بعد فتره. كان هم شاءت الصدف ان التقي لاول مره بالشهيد الراحل فايق العبد الجليل. فايق الله عبد الجليل. يرحمه. فايق عبد رحمة الله الجليل. عليه. واشاد فايق في الكلام، وكانت هذه انطلاقه يعني تواصل مع الاستاذ يوسف المهنا. وكان لي اول عمل التقيت فيه مع الاستاذ يوسف المهنا كان في بعد التحرير على طول، غنى الاغنيه كانت بعنوان سمر السواعد، غناها الفنان الله. الراحل صالح الحريبي الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. فهي طبعا سبحان الله، يعني يمكن بعدها انا شكلت يعني ثنائي طبعا مع ابو يعقوب، يعني مع هرم عود، يعني مو اشتغلنا مع تسجيلات النظائر يوسف الرفاعي، مع مجموعه من الفنانين الشباب، كانوا منهم خالد بن حسين، ابراهيم عفوا ابراهيم التميمي، صلاح نعم احمد خليفه، ما شاء فطومه. الله. يا سلام. اي مجموعه كانوا في، يعني النظائر احتضنت مجموعه من الشباب، فكلفنا انا مع ابو يعقوب في ان نكون يعني نقدم شيء ل
للشركه يعني من خلال المواهب الجديده هذه. وفعلا الحمد لله ترى يعني كلهم نجموا ما شاء الله. يا سلام يا سلام. هذا اذا يدل على ان فعلا الكلمات والمفردات اللي جسدتها في خاطرك ونقلتها الى المشاهدين وحطيتها في قالبها الصحيح، لذلك انتشرت الاغاني اللي انت كتبتها، ومثل ما تفضلت صاروا نجوم. يعني هذه ما تحس ان انت لما وصلت الى المرحله طال عمرك ابو عبد الله نعم نعم. تعتبر مجازفه لما تعطي اخونا الحبيب مساعد، وكان حتى الملحن يعني ما كانوا معروفين يعني بصراحه، ما تحس ان هذه ولا هذا يدلعون يعني الى ناس حسيت فيهم طاقه شبابيه فعلا ناجحه؟ بداية أنا يعني أستذكر الأيام الجميلة اللي يمكن التقينا فيها أنا مع الأخ العزيز الملحن بدر خليفة. نعم. بدر خليفة، بدر اللي هو ابن الفنان الراحل القدير خليفة بدر. والله والنعم. لا يعني مسألة أنك يعني التعاون مع موهوب وموهوب فنان، هذا بالعكس هذا شيء جميل. ان يعني تقدم صوت او تقدم ملحن بهذه الامكانيه وصوت بهذه الطاقه الجميله الحلوه كنا محتاجين. وانا على فكره يعني في ذاك الوقت يمكن انا كنت رئيس تحرير مجله فنيه متخصصه في الاغنيه في فتره من الفترات، وكان مكتبي مفتوح للمواهب. حتى انا كنت في كل عدد كنت اكتب في الافتتاحيه تعالوا وزورونا وحياكم والمكان مكانكم. كان المكان يعج في هؤلاء الاسماء كثيره ترى الحين تشوفها كانت طلعت من خلال مجله فن الموسيقى في بدايه ما شاء الله. أيوة. نعم. يعني وانا اعتز في من حتى منهم الاخ الملحن ملحن والله صاحب والله حتى نسيت اسمه انا اسف والله. بس انه يعني مجموعه كبيره نعم نعم نواف نعم. نواف عبد الله ما شاء الله تبارك الله. نواف ما شاء الله، نواف الحين يعني ما في مطرب ولا فنان الا ما اشتغل يعني حتى يعني الجميع. فانا اعتز في هؤلاء يعني الناس اللي يعني كانت بداياتهم معنا. يعني انا ما يعني مو الموضوع مو منا على احد، بالعكس هذول فنانين ومحتاجين الفرصه، وفعلا ياتهم الفرصه واستطاعوا بعدين انهم حتى ياخذ يعني يكونون لهم كل واحد شق طريقه بشكل حلو. عملوا اضافه في الوسط الفني، عملوا شيء جميل. يعني احنا على طول كنا يعني نتمنى انه يكون في امتداد لفنانينا الكبار من خلال اصوات جميله، من خلال ملحنين عندهم رؤيه جميله في الموسيقى، من خلال ايضا شعراء يكتبون الاغنيه بشكل جميل. وركز على موضوع الهويه، يعني هويه الكلمه الكويتيه في الاغنيه. حقيقه انا لا اخفيك سرا استاذنا وشاعرنا الحبيب، احنا الفكره من هذه اللقاءات يعلم الله مع قامات امثالكم، لان كثير لن يجدوا ضالتهم، يعني فنانين عندهم طاقات وعندهم اصوات جميله وعندهم امكانيات وايضا موسيقيين. فلذلك احنا حرصنا ان من خلال رابطتنا الجميله الحقيقه الفكره تبلورت بان اللقاءات هذه على اساس ان احنا في ناس كثير مدالين طريقهم نبي ناخذ بايدهم. هذا القصد طال عمرك. وايضا انت عاصرت جيلين، جيل كان عمالقه والساحه الفنيه كانت ما شاء الله منهل للشعر والادب والموسيقى. هذا القصد طال عمرك بان نبي ناخذ بايادي كثير من الشباب والطاقات اللي موجوده حقيقي. بالعكس شوف يعني اعتقد كان يعني الموضوع كان على فترات. يعني موضوع اول شيء الجماعه يعني الانتاج اللي صار من خلال شركات الانتاج في بدايته. يعني
شركة النظائر احتضنت مجموعة كبيرة ترى من الفنانين الشباب يعني، وقدمتهم بشكل مرتب وفتحت. صدق انه كان الموضوع ايضا لا يخلو من انه يكون موضوع تجاري، بس انه اخذوا بيد كثير من الفنانين وعطوا فرصه صحيح. كبيره للشعراء الجدد انه يدخلون، وملحنين كثر كانوا في ذاك الوقت خذوا فرصهم. يعني على الوقت يتغير يعني. الحين اعتقد الحين موضوع انه تبنى صوت ولا تقدم صوت صار جدا سهل يعني، مع وجود السوشيال ميديا، مع وجود كل واحد عنده حساب، كل واحد عنده اكونت، يقدم اللي يبي يقدمه، ما حد يقول لا ولا في شيء يمنعه. الجيد يفرض نفسه، بالعكس هذه فرصه لكل المواهب انه يقدم. في مواهب كثر انا اشوفهم اطلعوا من خلال الانستغرام الحين نجموا ترى، كان ما حد يدري عنهم. من المغرب انا في اصوات مروا علي من المغرب، بعد فتره شفتهم لا يغنون على مسارح ويغنون موقعين معاهم، لان الجيد والصوت الجميل والكاتب اللي عنده شيء اعتقد انه فرصه له. الحين اختلف يعني، حتى مو محتاج دعم يعني، انه اللهم اذا كان موهوب فهذه فرصته. الحين الوقت والضوء اخضر لهم يعني. في السابق كانت شويه في تحفظات، في لجان تجيز المطرب، الملحن، الكاتب. الحين حتى طلعوا من عباءه الاعلام، يقدر بروحه يسوي له اي شيء، ما حد يقول له لا. فعلا مثل ما تفضلت، اصوات كثيره قاعد نسمعها، بس الاغاني كلها يعني ما في شيء جديد، يعني اغاني قديمه قاعد يغنونها. احنا هذا القصد نبي نرجع الكلمه واللحن القوي. يعني بصراحه الكويت دائما انطلاقه كثير من الفنانين. ليش احنا ما نرجع يعني الكلمه الحلوه، اللحن الحلو؟ احنا قاعد نسمع اصوات جميله، بس مشكله كلها مكرر، قاعد يغنون اغاني مو لهم، ما في ابداع. شوف يعني انا معاهم. اول شيء اي فنان يعني، اي واحد موهوب او عنده موهبه دائما يطلع للحين يغني غناوي غيره، لانه ما عنده شيء مفصل يعني. ما يعتبر نجاح هذا استاذ. لا مو نجاح، وهو يعني يحتاج يعني مثلا في بعض الاصوات لها قامتها فيها ابعاد كبيره يعني، يمكن هو كصوت هو ما يعرف حق روحه. فهذا ممكن هني يستعين في ملحنين، يستعين في ناس موسيقيين اكثر، يتدرب في على تمرين صوته، يعني يشيل روحه بروحه. بس ايضا هو يعتمد عليه هو يعني. انا واكيد يبي يغني مثلا حق عبد الله، بيغني حق عبد الكريم، هذا اللي قدامه موجود هو حابه. الى ما يتكون له يعني، يكون له شخصيه في صوته، ممكن ينجح. نعم. انا بدايه في تعليق هني من الاخ احمد خورشيد، امسي عليه. ابو شيب شلونك؟ شو اخبارك؟ طبعا احمد خورشيد من الفنانين اللي ما شاء الله. يا حياه، نرحب فيه ونرحب بالكل ان شاء الله. طبعا احمد خورشيد ملحن قدير، كانت له مجموعه من الالحان يمكن في الثمانينات، قطع فتره لاسباب يعني للاسف كانت اسباب خاصه في العلاج عنده. والحين حاليا ورد بقوه وتكلم. ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله، ونتمنى له الصحه والعافيه، ونتمنى ايضا رجوعه في قوه مثل السابق يا ابو عبد الله. لا احمد خورشيد عنده شغل وايد جديد ان شاء الله، وايد جميل، وشغلات جديده ان شاء الله راح تسمعونه عن قريب. انا اشتغلت معاه في عملين كانوا من الاعمال الجميله جدا. قمنا فيها عملين للفنان فهد الحداد. نعم. طبعا هو قاعد يقول الفضل الله سبحانه وتعالى ان التقينا انا معك يا ابو شيب،
وهذه فرصه سعيده ان يعني وان شاء الله تتكرر، واكيد راح تتكرر الاعمال بيننا. هذا شيء ممتاز. مفروغ منه ان شاء الله. بما انك صرحت على الاعمال هذه، في عمل بينك وبين الاستاذ الحبيب الكبير فيصل الفرج، هو عمل وطني اعتقد. طبعا انا لي الشرف طبعا اني اتعامل مع فنان في قامه اخوي الفنان فيصل الفرج. يمكن احنا نمسي عليه. تلاقينا وايد يعني، ونمسي عليه بالخير طبعا. تلاقينا وايد يمكن في ايام في السبعينيات وفي الثمانينيات على ايام السمرات وكذي، بس للاسف يعني ما تلاقينا في انه يكون في بيننا عمل. لكن العمل مع ابو احمد هذا يعتبر اضافه لي انا، وانا ممتاز. سعيد في هذا التعامل. وان شاء الله يكون شيء يعني احنا يعني يمكن هذه وطنيه، بس انه في شيء ثاني مختلف ان شاء الله راح يكون في الغريب. هو حقيقه اوجه لك استاذنا العزيز فيصل الفرج، ابو احمد، الله يعطيه الصحه والعافيه، نمسي عليه وعلى كل الفنانين والاخوان. وجه لك سؤال بصراحه سؤال ممتاز جدا وجوهري. تعاملك في السابق والان اختلف مع الفنانين استاذنا العزيز؟ يعني قصدي فنانين السابق، الجيل المخضرمين، وايضا فنانين الان الشباب، اختلف نوعا ما يعني؟ لا ما اعتقد انا، والعياذ بالله من هالكلمه هذه، ما عندي اي تحفظ على اي عمل، ولا انظر للصوت او الاحساس او الفنان بنظره ان هذا نجم ولا هذا مو نجم. والدليل اني انا تعاونت مع مجموعه كبيره. انا يعني يسمحون لي بعد استذكر، لان من ضمن الفنانين اللي تعاملت معاهم في بداياتهم الاخ العزيز بدر نوري. والله والنعم. فكان الالبوم الاول يمكن كانت لي 4 اعمال معاه. ما شاء واشتغلنا الله. يعني فتره، وهم من الاصوات الجميله جميل جدا مجموعه واكاديمي. يعني عصام كمال، بدر يا نوري، سلام. فهد الحداد، مشعل يا سلام. حسين، وهايد خالد بن حسين، الله. فطومه، صلاح حمد خليفه. ما شاء مجموعه الله. كثيره من الشباب كانوا في بداياتهم يعني. نعم نعم. تعاونت مع مجموعه كبيره، وانا اعتز في هذا التعاون، وما تغير شيء بالنسبه لي يعني. حتى والله نمسي عليهم كلهم بالخير الصراحه، وما شاء الله فنانين كلهم مبدعين حقيقه يا ابو عبد الله. طبعا الشطر الثاني من سؤال الاستاذ فيصل يقول لك: هل تغيرت الكلمه او الفكره او المفرده؟ يعني قبل انتم تنهلون من مساحه شعريه، يعني كان في تنافس وشعراء وقامات في ذاك الوقت، فهذا يخلي الشاعر او الفنان يتحفز انه يطلع شيء جديد، يطلع شيء ما في داخله. الان نشوف في فتور يعني بصراحه بالشعر، بالكلمات، بالالحان. يعني توضح لنا الامور هذه. شوف، انا ما اقدر اقيم يعني غيري. يعني كل انسان او كل شاعر او كل فنان هو مسؤول عن اللي قدمه واللي يطلع منه. ف تتفاوت يعني يتفاوت الاحساس من شخص الى اخر. انا مو في موقع اني اقيم فلان ولا اتكلم انه والله. لا عفوا استاذي الفاضل، احنا مو في تقييم الفنانين، ولكن احنا قصدي في تقييم المفرده، بالجمله، بالكلمه الشعريه والفنان. ايضا هذا يرجع الى الفنان، سواء كان شاعر سواء كان ملحن. يعني والرك الكبير على المطرب اللي راح يغني هالكلمه، واللي راح يغني هاللحن. وهو مسؤول اول في هالموضوع هذا، في اختياره. شلون تغني شيء مثل هذا يكون فيه يعني ما يضيف لك شيء، ممكن ينزل حتى من نجوميتك. صح. انا حقيقه لفت انتباهي جمله غايه في الاهميه سمعتها منك. احنا اللي نعرفه العمل يبنى على 3 نقاط رئيسيه، اللي هي الكلمه واللحن والغناء.
انت اضفت مفرده رابعه حقيقه اثارت انتباهي، التوزيع الفني يا ابو عبد الله. فعلا يعني انت اليوم هذا يا من فطنه، من خبره، من يعني مجهود. تقصد التوزيع الموسيقي ولا إذا ما يعني احنا اللي نعرفه ان كلمه لحن غناء، انت صحيح. ضفت فقره رابعه للتوزيع، وفعلا هذا شيء مهم حقيقه. لا يعني انا ما لا انا اللي افهمه من كلامك انت تقصد، اذا تقصد التوزيع الموسيقي، نعم التوزيع الموسيقي هذا موجود اصلا يعني، ويمكن موجود حتى من زمان، بس الحين بالفتره الاخيره بدأوا شوي يدققون في موضوع على ايام طارق عاكف الله يرحمه والشرنوبي، يعني طلعت بين التوزيع الموسيقي اكثر على الاغنيه، ويعتبر كان صار يعني ضلع تطور في الاجهزه، رابع. تطور صار في الاستديوهات. نعم لا شوف، التطور كله لصالح الموسيقى في كل احواله. التطور فعلا. اللي قاعد يصير هذا، والدليل ان احنا الحين انا قاعد اكلمك وتكلمني ومايك نعم يعني التكنولوجيا وايد صحيح سهلت موضوع صحيح. موضوع سهلت كثير على الفنانين. نعم فانا نعم من هالمنطلق يعني قاعد اقول لك، ارجع واقول ان الفنان، ان الحين الفرصه متاحه اكبر للاخوه اصحاب الموهبه، سواء في كانوا يكتبون شعر ولا اي طبعا. يعني ابو احمد يعلق يقول التكلفه بعد ارخص. فعلا صحيح فعلا الحين كل شيء صار، يعني انت تقدر تسوي لك اغنيه كامله بروحك في البيت، تخيل يعني الى هالدرجه هذا. فهذا شيء، هذا شيء جميل بالعكس، يخدم الفن، ويسهل حتى على ويسهل ويوفر وقت. نعم توصل يوفر وقت ايضا ابو عبد الله، يعني يوفر طبعا. وقت صراحه. قبل نظام تركات الحين، يعني قصدي تغلط تعيد التسجيل، الحين صار اسهل، في تكنولوجيا، في تجدد في الموضوع حقيقه. يعني كان صعوبه قبل تعيد، اذا غلط الفنان كانوا يعانون حقيقه في السابق. الان ما صحيح. شاء الله على طول تقدر تتلاشى الامور وتقصص وتكمل الاغنيه. شيء حلو الصراحه، هذا يخدم الفن اذا كان بشكله الصحيح اللي اعتدنا عليه، ودنا يرجع ان شاء الله مثل قبل واحسن. ان شاء الله باذن الله اكيد يعني استاذنا في وجود. الفاضل، انت تفضل. تفضل يكون اللحن قبل الاغنيه، وانت توظف الكلمات على اللحن اذا كان قوي ومشجع، او تفضل لا الكلمه قبل اللحن؟ والله شوف، انا اعتقد شاعر الاغنيه عنده الخيارين هذول، ما عنده مشكله معهم. بس شاعر الاغنيه اذا نعم كان صاحب ذوق وحس موسيقي، اعتقد من السهل عليه انه يركب كلام على لحن، ممتاز. خصوصا اذا كان عنده اذن موسيقيه وايقاع جميل. وانا سبق ان سويتها يعني وايد، يمكن اغلب الاغاني مالت الفرق الكويتيه في السابق كانت اغاني يا هنديه، يعني كانت تجيني الحان وانا اشيل الكلام وانا اركبه، واركبه على نفسي، يعني يتركب على شو اسمه، على يعني على لحن يتوافق مع اللحن، يتوافق مع احساس اللحن. فهذه الميزه اللي شويه اللي تميز شاعر الاغنيه عن شاعر القصيده. اعتقد شاعر القصيده شويه ممتاز. يتوهق تعطينا في. مثال ابو عبد الله، تعطينا مثال حادثه كذي، اغنيه حلوه من كلماتك الجميله. والله الحين ان ركبت على لحن، نعم والله ما الحين ما يحضرني امانه، بس ما اكثر يحضرك. وايد يعني في شغلات وايد معك تكمله الحوار ان شاء الله نتذكر. وايضا ابو عبد الله ودنا نسمع يا اخي، بين سؤال وسؤال، شعر حلو منك يذكرك في ايام
العمالقة اللي كانوا معاك ومدوا إيدينهم لك وفرشوا لك الأرض، يعني فعلا أخذوا بإيدك يعني وعدلوا على المفردة في السابق، والآن صار عندك نضوج. نبي أواصل، خلينا نقول نسمع منك شيء حلو تهديه حق المشاهدين إن شاء الله من كلماتك الجزلة. ايش تبون تسمعون؟ انا عندي هنا الديوان مالي هذا. الله ايش الله. احاول اختار لكم شيء من الديوان. يا سلام. نقول هذه على ايام الاخوان. هذه اغنيه الخفوق هنا للراحل طلال المداح. الله يرحمه. لها قصه مع ايضا الله يرحمه الاستاذ مبارك الحديبي، اللي احنا كنا نتجمع في مكتب الاستاذ يوسف المهنا، ان شاء الله يطول لنا بعمره، والاستاذ ياسين العسام الشاعر. كنا نتجمع هناك، فانا كنت اخذ النصوص مالتي دائما اعرضها على الاستاذ يا يوسف ناصر يا مبارك الحديبي. هذا لا فطاحله يعني، مو اي ناس يعني. اكيد بلا شك. فمن ضمن النصوص اللي قراها الله يرحمه مبارك الحديبي، قرا الخفوق، فقال لي هذه حلوه وانا ابيها. قلت له ايش تبي فيها؟ انت شاعر شلون تبيها يعني؟ كان يقول لا مو لي. قلت له ها من له؟ كان يقول حق طلال المداح. الله الله. صدقك حق طلال المداح؟ كان يقول ايوه انا اوصلها له. يا سلام. يعني هذا شيء مو بالحسبان يعني. فعلا. لا مالك شغل انا اوصلها. فعلا راحت الايام، جات الايام انا ما ادري، نسيت حتى الموضوع. كان يجي ولا جايب الشريط كاسيت مال الله يرحمه طلال المداح، الكاسيت بعنوان ذهب. الله الله. بطل كان يقول شوف الله يتولى اوه اسمي ولا. تفاجأت نسجل الاغنيه وركبها وصورها طلال المداح وانا ما عندي خبر. يا سلام يا سلام. تفاجأت انا مع حالي حال هالناس. فهذه الاغنيه تقول يا سارق من الخفوق يلي على الظاهر تبوق، كل سارق نال الجزا وانت معك وين الحقوق، من جور ظلمك ما ورى يا حارم اجفاني الكرى، كل مع خله سرى وانا اللي ساهر للشروق، الحال منك مستوي ما عدت انا ذاك القوي، خليتني بنارك توي ليتك معي تحس وتذوق. الله الله. صح الله لسانك واحساسك. الله يسلمك. صح الله ابو وحد. ابو عبد الله، هذه الحادثه تخليني اتطرق الى سؤال حقيقه، وبعض الاسئله تجيني ارتجال من خلال حوارك الشيق حقيقه. تفضل. ابو عبد الله، عندما يطلب منك كلمات الى مطرب معين، هل انت في مخيلتك تجسد كلمات معينه توالم صوت وقامه الفنان؟ يعني مثلا تقول هذه انا افضل كلمات سامريه، مثلا يصير اللحن سامري، او افضل يكون رومانسي. فانت مخيلتك يعني لما يطلب منك من ما شاء الله كلهم عمالقه اللي انت كتبت لهم. على طاري السامري والفنون، انا طبعا من خلال اللقاء هذا نعم. احب استذكر وامسي على اخوي العزيز ابو حمد فيصل السعد. مسي عليه جميعا. هالانسان هذا اللي اذهبه يعني. انا نعم. يمكن عشرت مجاميع كثيره من العالم من الفنانين، طبعا وهو ايضا الاخ العزيز محمد البلوشي. ما انسى لي يعني لي ذكريات جميله مع الاخوان هذول الاثنين بالذات يعني. نعم. فيصل السعد والاخ محمد البلوشي. الله ونعم. فنانين فعلا.
قمة في الذوق وقمة في الأخلاق والرقي. لهم مواقف كثيرة يمكن معاي أنا بالذات يعني، وأنا ما يعني من خلال اللقاء هذا أمسي عليهم بالخير. يستاهلون نمسي عليهم جميعا. نرجع إلى موضوعنا. شنو السؤال؟ عفوا نسيت والله. عندما يطلب منك كتابة أغنية لفنان معين، نعم. هل أنت في مخيلتك تقول لا هذا الكلام حق المطرب نعم. هذا يوالي صح. إمكانيات صح. صوته قامته؟ نعم. أنا شوف في بعض الكلام ممكن أنا أمتاز أو عندي خط سير في الكتابة. أكتب دائما الصور الشعرية اللي فيها دراما، يا سلام. وفيها شوية يعني خلينا نقول كأنك تسمع قصة لما تسمع الأغنية. قصة يعني. ف نوع الكلام هذا اللي انا اكتبه او طريقه القصيده هذه دائما تجر الملحن الى الحان ثقيله، تستخدم مقامات وزنها وايد قوي، تحتاج الى حس معين. فانت اذا ما توصل الى المرحله هذه مؤكد بالاخير تحتاج الى صوت موصل، صوت يقدر ينقل لك الاحساس هذا، ينقل لك احساس الكلمه، ينقل لك احساس اللحن. بلا شك. هذا يشدك الى انك تتجه الى اصوات معينه. نعم. وفي غناوي لا تكون سهله ممكن اي واحد يؤديها يعني. هذا الاختيار يرجع بعدين لما تبلور الاغنيه من بعد اللحن وكذي، ممكن هني تفكر انه والله هذه ما يغنيها الا فلان، او اذا مو هو ممكن واحد ثاني. ابو عبد الله، متى يجيك الهام الكتابه؟ متى تحس انك ودك تكتب؟ ما اي له وقت؟ ما له وقت يعني. انا تحصل معاي مرات نعم. احيانا يعني وانا نايم صادق. وانا نايم ممكن اكون حلمان ولا شيء، ففي الحلم نفسه يجيني كلام، فاقعد بالنوم اكتب الكلام. الله. وارجع انام ثاني يوم الصبح اكمله. يا سلام. هذه حصلت فيني اكثر من مره. يا سلام. انما الوقت متى مرات يعني حتى انت تقول انه والله الجو اليوم مهيئ انك تكتب، بس تقعد ما تكتب. بالضبط، ما تدري متى يطرق بابك الالهام. ما تدري الالهام فعلا لا وقت معين يعني. انا مرات تشوفوني في البيت قاعد معاهم شيء، فجاه شلت اغراضي ورحت مكان ثاني. يا سلام. يقول ايش فيك؟ فيدرون ان انا عندي بالي شغله بسويها، بكتب شغله عايش جو. حلو. ابو عبد الله، اطول اغنيه طولت معاك يعني تحس انه في كلمات ساعات تجيك او قصه مثل ما تفضلت راح تترجمها الى اغنيه، فكل ما هذا تقول لا ودي تبلور اكثر، ودي اعدل عليها اكثر، ودي اعطيها قيمه اكثر. تذكر شوف اي؟ اكو مذهب نعم. سويته، مذهب غنائي للحين ما كملته، يمكن صار له 12 سنه. ما شاء الله. للحين ما كملته. يقول سويت هني قصه معاك، الكل يحكي فيني، كذبه انا وغلطه بهواك، بكيفك تمشيني. ووقفت عقبها بس خلاص. الله. يعني هذا المطلع يمكن صار له لا يقل عن 12 سنه او اكثر. متى يتكمل ما ادري، الله اعلم. الله اعلم. الله اعلم. ننطر للهام لما تروح كورونا. يا سلام. ابو عبد الله، تحس نفسك في الاغنيه الرومانسيه اكثر او في الاغنيه؟ ساعه تصدق؟ هي صار لنا ساعه. ابو احمد يقول لازم نوقف شويه ونسيب. تمام. ونرجع. تمام. اعرف حق السالفه لان صار لنا ساعه، اخاف ينقطع الارسال. تمام. اذا ناخذ بريك. نرجع نكمل. ناخذ بريك يلا ناخذ بريك. جهزوا اسئلتكم ان شاء الله. في اسئله كثيره. تعال. يلا حبيبي. متابعينا الكرام، يعطيكم العافيه وعساكم على القوه.
ما قصرتوا، تسلمون حبايبي. نسيف ونرجع لنا ما شاء الله صار لنا ساعه، يعني خاف ينقطع البث. نقول لكم في ما الله، نرجع ان شاء الله نسيف ونرجع في ما الله يا اخوان.